السلام عليكم. اليوم مع فيديو جديد غندير لكم الكفتة ديال الحوت في الفران مشوي، وضفت معاه واحد المكون جا بنين. غندير لكم المنقوب اي الفول اليابس اللي فزقناه الليل كله، وتبعوا معايا المراحل باش تعرفوا الطريقة. السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد، وما تنسوش تابوناو عندي وديروا جيم وتبارطاجيو. الله يجازيكم بكل خير، وشكرا على دعمكم وتشجيعاتكم. اليوم غنقدم لكم جوج ديال الوصفات صحيين وزوينين وبنانين، جربوهم وردوا عليا الخبر. عندي هنا نص كيلو ديال الفول اللي فزقناه الليل كله. تا قبل ما نفزقوه كنغسلوه مزيان، كنقيوه الاول وكنغسلوه مزيان شي جوج ولا ثلاثه المرات حيت كيكون فيه الدواء. وكنفزقوه الليل كله، وكنديروا معاه 5 ديال الدريسات ديال الثومه محكوكين، ونص حامضه، شي 2 معالق ديال القزبر معدنوس مقطعين، نص كاس ديال الزيت، واحد المطيشه مقطعه رقيقه، ومعلقه صغيره ديال الكمون عامره، نص معلقه ديال الابزار، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال التحميره عامره. دابا غنوريكم الطريقه ديال الطبخ. غنديرو كوكوط، ضروري نستخدمو الكوكوط حيت هاد المنقوب كيبغي الطياب، خصنا نسدو عليه ضروري باش كيطيب. كنضيفو مطيشه، مطيشه خاصها تكون مقطعه رقيقه باش تذوب لينا، باش ما تبانش، ما تبقاش هكاك طريفات في المنقوب، خاصها تذوب لينا. غنضيفو ديك القزبر ومعدنوس. هاد الطريقه ديال المنقوب كيجي زوين، جربوه وردوا عليا الخبر. كاين شي ناس كيديروه غير بالكمون السودانيه وهذا وشويه د الملحه، وكاين اللي كيدير فيه الثومه حتى هي، وما كيديرش المطيشه وهاد العطريه كلها. جربوا بهاد الطريقه هادي وردوا عليا الخبر. كنضيفوا ديك العطريه كلها في دقه واحده. درنا الكمون، دابا غنضيفوا التحميره والملحه. الملحه حتى تذوقوا، كل واحد على حسب الذوق ديالو باش يطيب. ذوقوا، الا كان ناقص ملحه زيدوا، الا كان هو هذاك. دابا درناه يتشحر، او بدا كيتشحر، ولكن خصنا نزيدو شويه ديال الماء باش ما باش ديك العطريه ما تحرقش لينا. مع فيها غير الزيت العطريه غتحرق. غنضيف واحد شويه د الماء، غير شويه، ونحركو. ودابا نضيفو داك الفول تدريجيا باش يتشحر لنا مع ديك العطريه. ضروري هاد الطريقه هادي. هذاك الفول خصنا نديروه مع العطريه باش كياخذ لينا ديك باش كيشرب شويه د العطريه كيجي بنين، ماشي بحال تا كنمرقو كنلوحوه كيجي بحال اللي مسلوق. هاد الطريقه هادي كتجي احسن. غير منين تبغيو تشريو هاد الفول اليابس، اختاروا الحبة اللي تكون نقية وتكون كبيرة شوية، ما يكونش داك الرقيق، وما تكونش فيه ديك نقية، زعما ما يكونش فيه داك البخوش ولا دوك التقيبات اللي كيكون واكلهم البخوش وداك الشيء. وكيتباع عند اللي كيبيع القطنية، كيبيع العدس والفول البصارة زعما بغيت نقول لكم، واللوبيا، هو اللي كيتباع عنده هذا الفول هذا، كيجي زوين. فاش ذكرت المقادير قبيله، الزيت، مخلطة الزيت الرومية مع زيت البلدية، وغندير طريف ديال الحامض، ماشي نص حامضة، قبيله قلت لكم نص حامضة، راه غير طريف د الحامض، غير صغيور باش كيحيد ديك الكحولة ديال الفول. كنضيفو الماء وكنخليوه يطيب. انا كنوريكم طريقة سهلة باش تنقيو الحوت، باش تحيدو السنسول. كتشدو من جهة الراس وكتدفعوه الجهة التحتانية، كيتحيد بكل سهولة. جربوا هاد الطريقة. انا درت هنا كيلو ديال السردين، طحنته في الطحانة ديال المطيشة. الأول كطحنيها في ديك اللي ديال الغليظة اللي كتخرج طرفها غلاضين، وعاد كطحنيها في المويان باش ما كتخرجش ليك الشوك، وكتجي ساهلة. عندنا هنايا معلقة ديال الخل كبيرة، عندنا شوية ديال القزبر حبوب هادي ضفتها زوينة، عندنا معلقة صغيرة ديال الملحة والتحميرة، والكمون وشوية ديال البزار.
عندنا 3 معالقات كبارين ديال القزبر معدنوس مدقوقين، وعندنا 4 ديال الدريسات ديال الثومة مدقوقين، وهذه هي الإضافة الشحمة مطحونة، الشحمة ديال الغلمي كتبنن السردين وكتحيد ليه داك الجهد، مكيبقاش فيه ريحة السردين بزاف، كيجي زوين أكترية إلا شويتوه في المجمر. أنا درتو في الفران، سخنت الفران مزيان بحال اللي غنطيب الخبز، وعاد درتو باش يتشوى. ضفنا الشحمة، دابا قزبر ومعدنوس وديك الثومة اللي دقينا مع شوية د الملحة. هذيك المعلقة ديال الملحة اللي ذكرت لكم في المقادير، النص كندق به القزبر ومعدنوس والثومة، والنص راه محطوط حدا القزبر حبوب كما قلت لكم. خويت هذيك المعلقة ديال الخل كبيرة، ودابا قزبر حبوب هذه إضافة. القزبر حبوب كيجي كيبنن ديك الكفتة. كنزيد العطرية الأخرى كلها في دقة واحدة. المهم هاد العطرية كلها اللي قدمت لكم كلها غدار في دقة واحدة باش نخلطوهم، غنعجنوها مزيان، نخلطوها مزيان باش تجانس كل العناصر كلها تجانس مع بعضياتها، وديك الساعة غنصاوبوها على شكل سيجار. ونديرو ورق الطبخ في الطاوة، وانا الفران شعلت ليه ديجا. كيكون العافية مجهدة كنشعل ليه الفوق والتحت، وكنسخنو مزيان بحال اللي غنطيب فيه الخبز باش كيتشوى مزيان، باش كيبقى في الفورمة ديالو. ها هو الفول ديالنا فاش طاب. انا نوري لكم، شوفوا كيفاش طايب. خدا ليا نص ساعة ديال الطياب. غير الماء فاش ديرو تمرقو غطيوه بالماء، قبيله ما قلتهاش لكم، غطيوه بالماء باش حين الفول كيشرب الماء فاش كتبقاو طيبوه. هو ما كيطلقش الماء، بالعكس كياخد الماء كتر. كنضيفو ديك المعلقة ديال لاصوص طوماط مع شوية د الماء، معلقة صغيرة صافي. حين درنا مطيشة دابا كنضيفو غير معلقة صغيرة باش كتخطر لينا المريقة، وكيجي بحال اللي محمض شوية. الفول كيجي زوين. صافي خليت غير واحد شوية المريقة تمايا في هاد الجميلة هادي. زدت ليها هاد المطيشة، شوفوا المريقة غير شوية باش كيجي مجمر، مكيجيش فيه الماء بزاف. هاهما فاش صاوبنا دوك الكفتة ديالنا، انا غندخلها للفران طيب، غتشوى. ما كياخدش بزاف ديال الوقت، يمكن ربع ساعة هكاياك ولا ما كاملاش. المهم تشوفوه تحمر شوية من الفوق صافي، كتقيسوه كتلقاوه شاد راسو صافي، كتخرجوه وكتقدموه سخون. سخون ها هو فاش شويناه، والملقوب ديالنا جا مشرمل، جا زوين، المريقة ديالو خاطرة زوينة. وما تنسوش تبارطاجيو وتابوناو عندي. دابا وصلنا لنهاية الفيديو، وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، والى اللقاء.